تطبيق Perfection شارح الجرامر بالكامل، وكل حاجة مشروحة بالعربي وبالإنجليزي، والتطبيق كله ملون، وكل لون بيدل على حاجة معينة. يعني الفاعل بتاع أي جملة هتلاقيه ملون باللون البنفسجي، أي فعل مساعد هتلاقيه ملون باللون الأزرق، أي فعل أساسي هتلاقيه ملون باللون الأحمر الغامق. لو في أي إضافات للفعل الأساسي زي ال ing أو ed وهكذا هتلاقيها ملونة باللون الأحمر الفاتح عشان تاخد بالك منها. المفعول به هتلاقيه ملون باللون الأخضر، أي ظرف اللي هو الادفيرب هتلاقيه ملون باللون البرتقالي، وهكذا. الألوان دي هتسهل عليك جدا وهتخليك فاهم كل كلمة شغالة إيه في الجملة. في البداية لازم تبقى فاهم إن إحنا بندرس الجرامر عشان نكون الجملة بطريقة صحيحة، وده هياخدنا لسؤال مهم جدا: هو إيه الفرق بين تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية وتكوينها في اللغة العربية؟ إحنا عندنا نوعين من الجمل في اللغة العربية: جملة فعلية ودي بتحتوي على فعل دائما، زي مثلا ذهب أحمد إلى المدرسة، كتب محمد واجباته، عاد أبي إلى المنزل باكرا. كل دي جمل بتحتوي على أفعال. وتاني نوع من الجمل جمل اسمية، ودي قد تحتوي على فعل وقد لا تحتوي على فعل. أيوة، الجملة الاسمية غالبا ما بيبقاش فيها فعل، زي مثلا عادل ذكي، مدرستنا جميلة، السماء صافية. كل دي جمل ما فيهاش فعل. يبقى احنا كده متفقين في العربي في جمل فيها فعل وفي جمل ما فيهاش فعل، إنما في الإنجليزي ما فيش الكلام ده. كل الجمل في الإنجليزي لازم يكون فيها فعل أساسي. السؤال هنا بقى، الجمل اللي عندنا في العربي اللي ما فيهاش فعل أصلا، لما أجي أحولها للإنجليزي هجيب لها فعل منين؟ عشان تجاوب على السؤال ده لازم تدرس أنواع الأفعال الأساسية في اللغة الإنجليزية. طبعا أنت اتعلمت إن تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية واحد ما بيتغيرش، اللي هو فاعل فعل مفعول به، وده غلط تماما. أنت عندك 3 أنواع من الأفعال الأساسية في اللغة الإنجليزية، كل نوع من الأنواع دي ليه تكوين جملة خاص بيه. يبقى أنت عندك كده 3 طرق مختلفة لتكوين الجملة. خلونا بقى نشوف إيه هم الأفعال الأساسية ال3 وإزاي بكون الجملة مع كل نوع فيهم. أول نوع اسمه فعل أساسي لازم intransitive verb. طب يعني إيه فعل أساسي لازم؟ ده عبارة عن فعل معناه مكتمل بذاته، ما بيحتاجش مفعول به، ما ينفعش أصلا تجيب بعده مفعول به. يعني تكوين الجملة بيبقى فاعل وفعل أساسي لازم وخلاص. مثلا لما بتقول الدنيا شتت، لو جيت تحول الجملة دي للإنجليزي هتقول it rained. it rained. لو بصيت على الجملة دي هتلاقيها بتتكون من حاجتين بس، فاعل وفعل، وعلى الرغم من كده هتلاقي معنى الجملة مكتمل عادي وانت فاهمه. وده ليه؟ عشان الفعل الأساسي اللي في الجملة نوعه لازم، ما بيحتاجش أصلا مفعول به. طب أنا لو عاوز أضيف معلومات زيادة في الجملة دي هستخدم إيه غير المفعول به؟ بإمكانك تستخدم حاجتين. أول حاجة الظرف اللي هو adverb. جملة زي دي معناها مكتمل، بس لو أنت عاوز توضح الميعاد اللي شتت فيه هتضيف لها الظرف yesterday، فتبقى الدنيا شتت امبارح. تاني حاجة ممكن تضيف بيها معلومات للجملة دي هي عبارة الجر، ودي بتتكون من حرف جر وبعده اسم أو عبارة اسمية. ما تقلقش، هنتعلم يعني إيه عبارة اسمية فيما بعد. دلوقتي خلينا نضيف عبارة جر للجملة بتاعتنا. ممكن تقول It rained in Tanta. يبقى أنا كده استخدمت عبارة الجر عشان أوضح له المكان اللي شتت فيه، هي شتت في طنطا. كده انت فهمت ان اي جملة فيها فعل اساسي لازم هيكون تكوينها بالشكل ده، فاعل فعل اساسي لازم، ولو عاوز اضيف معلومات هستخدم ظرف او عبارة جر. طبعا ده تكوين الجملة في الازمنة البسيطة اللي ما فيهاش فعل مساعد، اللي هما المضارع البسيط والماضي البسيط. ودلوقتي قبل ما اديك امثلة على النوع ده من الجمل خليني افهمك انا ليه بدأت الكورس بتكوين الجملة. في الكورس ده هنشرح أجزاء الكلام parts of speech. في البداية هشرح لك الأسماء بالتفصيل، هعرفك يعني إيه اسم وإيه فئات الأسماء ال8 وكل فئة هتفيدني بإيه، وهشرح لك يعني إيه جنس الاسم، وهوضح لك الأخطاء الشائعة في الموضوع ده. بعد كده هعلمك إزاي تجمع الاسم. بعد كده هندخل على الضمائر، هنشرح ال8 أنواع بتوع الضمائر وهعلمك إزاي بنستخدم كل نوع فيهم، وهنشرح الصفات وحروف الجر بأنواعها واستخداماتها الكاملة والظروف والأفعال وكل أجزاء الكلام.
وانا بشرح لك الحاجات دي عاوزك تبقى فاهم انت هتستخدمها في ايه في الجملة، تبقى فاهم انك بتدرس الاسماء عشان هتستخدمها كفاعل في الجملة وفي تكوين العبارة الاسمية وعبارة الجر اللي بيستخدموا بالشكل الفلاني في الجملة، تبقى فاهم كل حاجة بتدرسها ليه وهتستخدمها ازاي في الجملة. دلوقتي خلينا نرجع لتكوين الجملة اللي بتحتوي على فعل اساسي لازم وناخد بعض الامثلة عليها في الازمنة البسيطة والازمنة غير البسيطة. اول مثال، تخيل كده انك شفت واحدة بتعيط، فانت بتسأل هي بتعيط ليه؟ واحد هيرد عليك ويقولك الجملة دي ابوها مات. شفت الجملة الصغيرة دي؟ معناها مكتمل وانت فهمته. لو جيت تحول الجملة دي للإنجليزي هتعمل الآتي. أول حاجة بتشوف هي الجملة دي فيها فعل ولا لأ. قلت لك في البداية إن في جمل في العربي ما فيهاش فعل. هبص على الجملة هلاقي فيها فعل، توفى، مات. بعد كده هحدد نوع الفعل، هل هو لازم ولا متعدي؟ يعني إيه لازم؟ يعني معناه مكتمل بذاته، مش محتاج مفعول به. الجملة بتاعتي ما فيهاش مفعول به، يبقى الفعل ده لازم. تكوين الجملة اللي فيها فعل لازم بيكون ازاي؟ فاعل وفعل وخلاص. الفاعل بتاع الجملة دي والدها، her father. نوعه عبارة اسمية، قلت لك هندرسها فيما بعد. الفعل بتاع الجملة مات، ده فعل ماضي عدى وانتهى، عشان كده هخلي زمن الجملة في الماضي البسيط، يعني هستخدم التصريف التاني للفعل died. تبقى الجملة بتاعتي her father died وخلاص، الجملة كده خلصت. طب لو هو عاوز يوضح لك موعد الوفاة هيعمل ايه؟ هيضيف ظرف وليكن last night، فتبقى أبوها مات امبارح بالليل. دلوقتي خلونا نشوف تكوين الجملة اللي بتحتوي على فعل أساسي لازم بس في الأزمنة غير البسيطة. لو خدت بالك هتلاقي تكوين الجملة هو كل اللي عملته جبت الفعل المساعد بتاع الزمن وحطيته قبل الفعل الأساسي بس كده. تاني نوع اسمه فعل أساسي متعدي. يعني إيه متعدي؟ يعني لازم يجي بعده مفعول به، معناه مش بيكتمل إلا لو جاء بعده مفعول به. طب لو ما جاش بعده مفعول به الجملة مش هيبقى ليها معنى وانت مش هتفهم منها أي حاجة. تخيل كده لو بقولك محمد بروك، محمد كسر، فاعل وفعل وسكت. لو سألتك انت فهمت حاجة من الجملة دي هتقولي لأ، هو كسر ايه؟ فين المفعول به؟ ايه اللي اتكسر؟ إنما لو حطيت مفعول به بعد الفعل الأساسي المتعدي وقلت محمد بروك the window، محمد كسر الشباك، كده المعنى اكتمل وانت فهمته. يبقى انت كده فهمت ان اي جملة فيها فعل اساسي متعدي بيكون تكوينها بالشكل ده، فاعل، فعل اساسي متعدي، مفعول به. ده تكوين الجملة في الازمنة البسيطة. طب لو الزمن غير بسيط، كل اللي هتعمله هتجيب الفعل المساعد بتاع الزمن وتحطه قبل الفعل الاساسي، يبقى تكوين الجملة بالشكل ده، فاعل، الفعل المساعد بتاع الزمن، الفعل الأساسي المتعدي، وبعد كده المفعول به. يلا ناخد مثال، الأولاد يشاهدون فيلما. لو جيت تحول الجملة دي للإنجليزي هتعمل الآتي. أول حاجة بتشوف هل فيها فعل ولا لأ. فيها فعل، يشاهدون. طيب الفعل ده لازم ولا متعدي؟ عشان تجاوب على السؤال ده بتشيل كل حاجة في الجملة وتسيب الفاعل والفعل وتشوف هل ليهم معنى ولا لأ. الأطفال يشاهدون وسكت، انت فهمت حاجة؟ لا، هتقولي هم بيشاهدوا ايه؟ فين المفعول به؟ فأنا قلت لك الأطفال يشاهدون فيلما، جبت مفعول به، يبقى ده فعل متعدي. بعد كده بتحدد زمن الجملة، الأطفال بيتفرجوا على الفيلم دلوقت ولسه مستمرين، يبقى زمن الجملة المضارع المستمر، ده زمن غير بسيط وبالتالي هنستخدم الفعل المساعد بتاعه في تكوين الجملة. طيب أنا عندي 3 am و is و are، هستخدم أنهي فيهم؟ هختار على أساس الفاعل بتاعي the kids، ده فاعل جمع وبالتالي ياخد are، فتبقى the kids are watching a movie. طبعا هعلمك امتى تستخدم او ان قبل الاسم وهكذا، هندرس الكلام ده بالتفصيل فيما بعد. انا دلوقتي بس بعلمك تكوين الجملة اللي بتحتوي على فعل متعدي. دلوقتي خلونا ناخد اخر نوع من الافعال الاساسية، النوع الثالث اسمه فعل ربط. بص على الجملة دي كده، اختي دكتورة، دي جملة اسمية ما فيهاش فعل اصلا، مبتدأ وخبر. اختي my sister
دكتورة a doctor. طب أنا قلت لك قبل كده إن كل الجمل في اللغة الإنجليزية لازم يبقى فيها فعل أساسي. طب هجيب الفعل الأساسي ده منين؟ في الحالة دي بستخدم فعل ربط ملوش أي معنى بالعربي، كل وظيفته إنه يربط ما بين المبتدأ والخبر. المبتدأ في الإنجليزي اسمه فاعل والخبر مكمل الفاعل. طب إيه هو فعل الربط المستخدم؟ verb to be. طيب أنا عندي 3 am و is و are، هستخدم أنهي فيهم؟ الفاعل بتاعي مفرد وبالتالي ياخد is، فتبقى my sister is a doctor. السؤال المهم هنا، هل verb to be هو فعل الربط الوحيد؟ لا طبعا. عارف انت كان وأخواتها اللي في العربي؟ كان، أصبح، أمسى، صار، بات والحاجات دي، كان وأخواتها دي أفعال بتدخل على الجملة الاسمية. يعني مثلا أختي دكتورة، ممكن أدخل أحد أخوات كان على الجملة الاسمية دي. يعني ممكن أقول أصبحت أختي دكتورة، دخلت على الجملة الاسمية بتاعتي أحد أخوات كان. لما أجي أحول الجملة دي للإنجليزي ببقى عارف إن هي جملة اسمية في الأساس، باخد المبتدأ أخليه فاعل وباخد الخبر أخليه مكمل الفاعل، وبعد كده بشوف كان وأخواتها موجودين ولا لأ. أصبح أحد أخوات كان وبالتالي أستخدمه كفعل ربط. become تبقى became، تبقى الجملة النهائية my sister became a doctor. طبعا هنشرح كل أفعال الربط بالتفصيل وهناخد عليها أمثلة كتير جدا خلال الكورس ده. انت عندك 3 أنواع من الأفعال الأساسية في اللغة الإنجليزية، وكل نوع من الأنواع دي ليه تكوين جملة خاص بيه. يبقى انت عندك كده 3 طرق مختلفة لتكوين الجملة، وشرحت لك ايه هم الأفعال الأساسية ال3 وازاي بكون الجملة مع كل نوع فيهم، وفهمتك ان انت عشان تكون الجملة بطريقة صحيحة لازم تدرس أجزاء الكلام parts of speech، وده اللي هنبدأ نشرحه من النهاردة. أول جزء من أجزاء الكلام هو الأسماء. هعرفك يعني إيه اسم وإيه فئات الأسماء ال8 وكل فئة هتفيدني بإيه، وهشرح لك يعني إيه جنس الاسم، وهوضح لك الأخطاء الشائعة في الموضوع ده. بعد كده هعلمك إزاي تجمع الاسم. يلا نبدأ. في البداية يعني إيه اسم؟ الاسم ده كلمة بتعبر عن شخص أو حيوان أو مكان أو فكرة بإمكانها التعبير عن أي شيء تقريبا. كلمة زي adult ده اسم شخص، Egypt اسم دولة، dog اسم حيوان، teacher اسم وظيفة، وغيرهم كتير. الأسماء دي بقى مقسمة إلى 8 فئات، كل فئة من الفئات دي ليها خصائص معينة وبتستخدمها في الجملة بشكل معين. يلا نشرح الفئات دي بالتفصيل. أول فئتين من الأسماء هم أسماء العلم proper nouns، وتاني فئة الأسماء العامة أو الشائعة common nouns. عشان تقدر تفهم الفئتين دول كويس جدا وتعرف تفرق بينهم خليني أشرحهم لك بالأمثلة. تخيل كده لو انت بتسأل واحد انت منين؟ انت عايش فين؟ فهو رد عليك انا عايش في دولة I live in a country. انت فهمت اي حاجة منه؟ لا. ليه؟ عشان هو استخدم الاسم country دولة، وده اسم عام او شائع. يعني ايه بقى عام او شائع؟ يعني اسم غير محدد مجهول الهوية، عشان كده انت ما فهمتش منه اي حاجة وهتلاقيك بتسأله بعدها في دول كتير يا عم انت عايش في انهي دولة فيهم. انما لو قالك I live in Egypt كده هتفهمه وتعرف هو عايش فين، عشان هو استخدم الاسم Egypt وده اسم علم محدد ومعلوم الهوية. مفيش غير دولة واحدة في العالم اسمها مصر. دي كلها أمثلة بقى. كلمة man رجل بس مش محدد أنهي رجل وبالتالي ده اسم عام. إنما لو قلت adult ده اسم شخص محدد وبالتالي ده اسم علم. مثال تاني كلمة day يوم بس مش محدد أنهي يوم وبالتالي ده اسم عام. إنما لو قلت Monday ده اسم يوم محدد في الأسبوع يوم الاثنين وبالتالي ده اسم علم، وهكذا. طب ده هيفيدك في إيه؟ ليه تشغل بالك أصلا إذا كان الاسم ده عام ولا علم؟ ده هيفيدك جدا في الكتابة. اسم العلم لما تيجي تكتبه في أي حتة في الجملة سواء في البداية أو في النص أو في النهاية أو حتى في العنوان كده لازم يبدأ بحرف كبير capital letter. غلط تماما إنك تكتب أول حرف فيه
حرف صغير أيا كان موقعه في الجملة. ركز على كلمة adult في الجمل دي، لازم أكتب أول حرف فيها حرف كبير، سواء بقى جيت في بداية أو في نص أو في نهاية الجملة أو حتى في عنوان. وده ليه؟ عشان ده اسم علم، إنما الأسماء العامة أو الشائعة ما بتكتبش أول حرف فيها كبير إلا في حالتين. الموضع الأول لو الاسم ده كان أول كلمة في الجملة، والموضع التاني لو جه في عنوان موضوع أو كان مكتوب في اسم كتاب أو رواية أو فيلم. إنما بقى لو كان موجود في نص أو في نهاية الجملة بتكتبه بحروف صغيرة عادي. ثالث فئة من الأسماء هي collective nouns، أسماء تدل على مجموعة. يعني إيه؟ ده اسم بيدل على كيان مفرد ولكنه مكون من مجموعة أشخاص. كلمة زي team، فريق. الفريق ده اسم مفرد، هو فريق واحد بس ولكنه مكون من مجموعة أفراد أكتر من شخص. وكذلك كلمة army، جيش، هو جيش واحد بس ولكنه مكون من مجموعة أفراد. وكذلك كلمة family، أسرة، ودي كلها أمثلة. السؤال المهم هنا، هل نعامل الاسم الذي يدل على مجموعة على أنه اسم مفرد واستخدم معاه فعل مفرد زي is، has، was وهكذا، ولا عامله على أنه اسم جمع عشان بيعبر عن كيان مكون من مجموعة أشخاص وبناء على ذلك هستخدم معاه فعل جمع زي are، have، were. أحيانا بنعامله على إنه اسم مفرد وأحيانا بنعامله على إنه جمع، وده بيتوقف على سياق الكلام. لو أنت بتتكلم عن الكيان ككل ومش مركز على الأفراد، في الحالة دي بتعامله على إنه اسم مفرد. مثال: الحكومة تقوم بعمل رائع. أنا هنا بتكلم عن الحكومة ككل، كيان واحد، وعشان كده هتعامل معاها على إنها اسم مفرد، فأقول The government is doing a great job. استخدمنا معاها is وده فعل مفرد. إنما لو كنت تقصد أفراد الكيان، في الحالة دي بتتعامل معاه على إنه اسم جمع. مثال: أعضاء الفريق ظلوا يتجادلون لمدة 2 ساعات قبل المباراة. The team أقصد بيها أعضاء الفريق، وبالتالي هتعامل معاها على إنها جمع، فأقول were arguing for 2 hours before the match. ولو اتلخبطت أو شكيت هل تستخدم فعل مفرد أو فعل جمع بعد الاسم، حط the members of قبل الاسم بتاعك، فتقول the members of the team، the members of the family، وبكده هتكون متأكد إنك تستخدم بعدهم فعل جمع. خلي بالك كلمة police دائما تعامل معاملة الجمع، يعني بنقول the police are coming، ما ينفعش تقول is. رابع فئة من الأسماء هي الأسماء المركبة compound nouns، كلمتين أو أكتر بيندمجوا مع بعض عشان يكونوا الاسم ده. في 3 أنواع من الأسماء المركبة. أول نوع اسمه combined، الاسم المركب الناتج بيكون عبارة عن كلمة واحدة بس ما فيهاش أي فواصل، زي count down تبقى count down. تاني نوع hyphenated، بيبقى فيه شرطة بين الكلمات الداخلة في تكوين الاسم المركب، زي mother in law. حط شرطة بين كل كلمتين وبكده هنكون الاسم المركب بتاعك. خلي بالك ال3 كلمات كده بيشتغلوا مع بعض كأنهم اسم واحد بس، معناه حما. تالت نوع separated، بيبقى فيه فاصل مسافة بين الكلمات الداخلة في تكوين الاسم المركب، زي ice cream. خلي بالك على الرغم من وجود مسافة بين الكلمات إلا إنهم بيشتغلوا مع بعض كأنهم اسم واحد بس. الفئة الخامسة الأسماء الملموسة concrete nouns، الأسماء الملموسة بتعبر عن الأشياء اللي بتقدر تدركها بالحواس ال5، يعني بتعبر عن الحاجات اللي بتقدر تسمعها وتشوفها وتمسكها وتتذوقها وتشمها، زي man، رجل، تقدر تدركه بالحواس ال5، تقدر تشوفه وتسمعه وتمسكه وهكذا. دي كلها أمثلة بقى: cat، قطة، dog، كلب، car، عربية، fish، سمكة،
وهكذا أي اسم تقدر تدركه بالحواس الخمسة فهو اسم ملموس. وخلي بالك في تداخل بين فئات الأسماء التمانية، يعني هتلاقي إن الاسم الواحد بيندرج تحت أكتر من فئة. قلت لك قبل كده إن man رجل ده اسم عام، ودلوقتي بقولك إن هو اسم ملموس. وكذلك adult اسم علم، ودلوقتي بقولك إن هو اسم ملموس. الفئة السادسة الأسماء المجردة abstract nouns. أي اسم بيعبر عن حاجة ليس لها وجود مادي، يعني مش بتقدر تدركها بالحواس الخمسة، فهو اسم مجرد. يعني مثلا love hate peace fear chaos، كل دي حاجات ملهاش وجود مادي، وبالتالي فهي أسماء مجردة. كده فاضل لنا أهم فئتين في الأسماء، وهم الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد.